والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة آخر يوم في امتحاناتي في مسيرتي التعليمية، ف هقابلكم في الجامعة. افرح افرح يا رجال، افرح معاذ. انت اسمه لسوء يا شيخ. افرحوا يا رجال، افرحوا والله. انا مش مصدق نفسي انا سمعه انا والله. خلاص خلصنا خلاص، ما عادش امتحانات. يا رب ننجح، يا رب يا رب ننجح. اهلا يا عبدو، افرح يا عبدو. افرح. صور الحاجات الجميلة. وادي عيد، وادي عيد. انت على فكره انا صورتك من غير ما تاخد بالك يا حسني، بس مره بقى وانت بتاخد بالك بقى. يا عمر تحب تقول ايه في اخر سنه يا واد ياسر؟ والله كده الحمد لله، جت على قد كده يعني، وقدر ولطف. مش عايز تقول اي حاجه؟ مش عايز اشوف الشيء تاني. احسن حاجه. مش عايز تقول اي حاجه؟ 5 سنين والحمد لله، والف الف مبروك. الامتياز يا صاحبي، مش فاضي كلمتين. يا عم كمل. كل سنه وانت طيب. عايزك تاني. انا ما مضيتش اصلا. عايز تقول اي حاجه؟ قول اي حاجه. الحمد لله الذي عافانا وتم تحرير العبيد الحمد لله من سجن الدلتا. متابعينك والله العظيم المنصوره، افخم يوسف، افخم دولي. منصور على المنصوره نيوز، نزلها المنصوره. بجد والله. عمر واد يا عمر، مش عايز تقول اي حاجه يا عمر؟ مش عايز تقول اي حاجه. وانت يا اسلام مش هينفع. واد يا عبد الرحمن، مش عايز تقول اي حاجه؟ عبده بصور فيديو اصلا. والله فيديو شغال. ايوه الشيخ يوسف اخويا العقل الدكتور محمد سمير. بعد كام سنه هتسمع عني في الفضائيات. لازم يجوا لك العياده، أخوي. لازم يجوا لك العياده. اشطر دكتور يا جدعان والله. مش عايز تقول اي حاجه يا زوز؟ الف الف مبروك يا رجاله، والحمد لله. بس الحمد لله عدت. انت بتشرب ليه يا ابني؟ يا ابني يا ابني بيدو، مش عايز تقول اي حاجه يا عبد الرحمن؟ خلاص. حسنين اليوتيوبر القادم. انت المفروض الحمد لله ربنا نجانا منه والله، الحمد لله. ايه تاني؟ عايز يابا احمد جمال اهو. امضي يا رجاله، امضي معايا. خلاص يلا. والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. انا امبارح ما عرفتش ان انا اصور علشان خاطر انا اللي هو كنت مرهق
كنت مرهق حرفيا، راجع من الجامعه اللي هو انا جايب اخري، وكانت الدنيا حر بقى وكلام من ده كله. فما عرفتش ان انا اصور امبارح بالليل. يعني هو انا صورت فعلا، انا صورت امبارح وقعدت وصورت وكده، بس لقيت ان انا بعد ما جيت اتفرج على الفيديو لقيت عيني حمرا، بقيت ان انا شبه المدمنين، اللي هو قلت ايه ده، لا لا مش هنزله. قلت هصور تاني يوم بقى، بحيث ان انا اكون فايق واكون عارف انا بقول ايه. طبعا انا مبسوط، مبسوط قوي 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 قوي، الحمد لله، اللهم لك الحمد يعني. فاللي انا عايز اوصله لك واللي انا عايز اقوله لك ان مفيش فترة صعبة بتستمر، فاهم؟ انا خلاص عديتها اهو، انت فاهمني؟ انا داخل على الاصعب، بس انا اقصد على الفترات. احنا حياتنا دي فترات اصلا، فترة كويسة، فترة مش كويسة، فترة كويسة، فترة مش كويسة. فمفيش فترة كويسة بتستمر ولا في فترة مش كويسة بتستمر، فاهمني؟ يعني هو كده كده كله بيعدي، انت بتعمل اللي عليك وبتسعى وبتحاول يعني لحد ما توصل، فاهم؟ انت بتفضل تحاول طول عمرك لحد ما تموت، بتفضل تحاول وتعافر وتسعى وهكذا يعني، فاهم؟ المهم يا صديقي، آه ف يعني انا عايز اقول لك ان انت كل واحد مر بكواليس انت محدش يعرف عنها حاجه. انت ذات نفسك دلوقتي انت بتمر بكواليس، يعني محدش يعرف عنها حاجه. انك تكون قاعد مش عارف تذاكر فتقوم تقعد تعيط وتقوم تصلي ركعتين عشان ربنا يكرمك. انك تكون قاعد انت مثلا في صداع ماسك دماغك انت ما انتش قادر منه، صداع حرفيا بطريقه صعبه، تاخد بنادول الصداع ما يروحش، تعمل كل حاجه الصداع ما يروحش، فبقيت تجيب تلج وتحطه على دماغك علشان خاطر الصداع يروح. انت فاهمني ان انت تمام؟ يعني انا بقول لك على نفسي اهو، انا كنت بنام بقوم من النوم مفزوع بكوابيس، اللي هو حرفيا اللي هو ومش اكتر يعني، كتير جدا 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 ان انا اقوم مفزوع بكوابيس، وان انا افضل احاول ان انا اقول يعني اللي هو اقرا ايه الكرسي وانا يعني حرفيا باللي بيحصل لي مش قادر اقولها لحد ما اقوم، فاهم؟ مفزوع وكده. ده كله كان ضغط امتحانات، ان الحاجات دي ما كانتش بتجيلي الا ايام الامتحانات. يعني في الايام العاديه ما كانتش بتجيلي، لا ايام الامتحانات كنت بصحى بكوابيس، انت فاهم قصدي ازاي؟ فاللي هو الحوار كله ان انا عايز اقول لك هي فتره صعبه فعلا وبتعدي بفتره صعبه فعلا، لكن هتعدي، انت فاهمني؟ هي كده كده هتعدي وكده كده هتخلص. فانت حاول ما تجيش على نفسيتك، ما تغلطش غلطتي ان انا كنت باجي على نفسيتي شويه، لا حاول ما تجيش على نفسيتك، فاهم؟ انا كنت ببقى مخنوق ومتضايق جدا جدا جدا، وممكن حد يجي يكلمني يقول لي انا تعبان نفسيا، انا مش عارف اعمل كذا وكذا وكذا، فبحاول ان انا اشجعه. علشان كده ربنا كان بيرزقني بناس ان هي بتيجي تشجعني برضو، ان انا اكون برضو مخنوق ومش قادر ومش قادر، فاهم؟ يعني انت يوسف اللي بيكلمك ده مش مجرد ان انا عشان خاطر ان انا بقول لك اعمل وكلام ده، وان انا بحاول ان انا انصحك او بحاول ان انا اديك تجربتي او بحاول ان انا اخليك يعني تتفائل كده، تمام؟ ده مش معناه ان يوسف كويس طول الوقت، اكيد انا بمر بحاجات بس مش بطلع اوريها لك، فاهم؟ كل الناس كده، كل الناس كده، اي واحد سواء بيعمل فيديوهات او مش بيعمل او الكلام ده. نعم يا بابا، بصور واقسم بالله بصور. آه، بابا دخل عليا فاضطريت ان انا اوقف يعني. المهم انا مش عارف ان انا وصلت لفين الصراحه يعني. بس كل اللي انا عايز اقوله لك ان كل واحد عنده كواليس محدش يعرفها عن التاني. فبس فاستمر وكمل لحد اخر لحظه، لحد ما توصل، لحد ما تتخرج وتخلص تعليم، انت فاهم؟ حياتك بقى هتتغير، دماغك هتتغير. انا كان كل هدفي في الحياه ان انا بفكر يا رب يا رب استنى انا نتيجتي لسه ما ظهرتش، فيا رب انجح، يا رب يا رب واجيب تقدير كويس كده يا رب. المهم، فاللي انا عايز اوصله لك ان انت حياتك بقى هتتغير بعد كده، بعد ما تتخرج ان شاء الله تفكيرك هيبدا يتغير. انا دلوقتي شوف انا بقول لك ايه، يا رب انجح ليه، لان انا تفكيري لحد دلوقتي مقتصر على ان انا عايز انجح، فاهم؟ بعد بقى ما تتخرج انا عايز اشتغل، عايز ان انا اجيب فلوس، عايز اتجوز، عايز اعمل، عايز اسوي، انت فاهم قصدي ازاي؟ فالحياه ماشيه ستيب ستيب كده يعني. فالحمد لله. انا مش عارف انا طولت ولا ايه، فيديو 5 دقايق، ريكورد 5 دقايق، ما انا كفايه لحد كده، مش عايز ان انا اطول. وبس، واقابلك في الفيديو الجاي. يلا سلام. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.